سوف تكون دورة الجزائر أحسن من دورة كان كوت ديفوار ودورة ما بعد الكوت ديفوار، سواء فاز بها فلان أو علان. أنت كنت رئيس لجنة المنظمة للشان في الجزائر العاصمة، يعني حفل الشان أجمل بكثير لما نقارن يعني بين التظاهرتين، رغم أن الشان لا يقارن بالكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا نتمنى لكم تدعمونا باللايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركينش معنا في القناة نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي غادي نستمعوا فيه للإعلام الجزائري الذي وصف حفل كأس افريقيا بالكوت ديفوار بحفل بسيط وقارنه ببطولة افريقية محلية غير معترف بها من طرف الفيفا. من بعد ما شفنا واحد الإشادة كبيرة من الإعلام العربي والإعلام العالمي بالحفل ديال الافتتاح بالكوت ديفوار اللي فيه لوحات فنية رائعة تعبر على القارة الإفريقية والثقافة الإفريقية، وكذلك جمعت ما هو رياضي وما هو ثقافي، وعبرت حتى على ما تزخر به القارة الإفريقية من مواهب في كرة القدم. اليوم خرج الإعلام الجزائري وكيقارن حفل كأس إفريقيا ببطولة الشان الغير معترف بها من طرف الفيفا، واللي فيها فقط اللاعبين المحليين، وكأس إفريقيا كنعرفوا فيها نجوم عالميين ينشطون في الدوريات العالمية. لا مجال للمقارنه بين حفل افتتاح كاس افريقيا بالكوت ديفوار والحفل ديال البطوله ديال الشان. قال لك يا سيدي ما كانش الجمهور، ما حضرش عندهم الجمهور، فقط 30,000 ديال الجمهور، وحنا شفنا تقريبا فايته 60,000 ديال الجمهور اللي حضر في هذا الحفل ديال الافتتاح في الكوت ديفوار. نظرا للاجواء المناخيه الصعبه، كانت امطار غزيره قبل هذا الحفل ديال الافتتاح، وما حنا كنا غادي نشوفوا ملعب ممتلئ على اخرها، وكذلك المشكل ديال التذاكر اللي تباعوا بشكل كامل. ولكن كاين سماسره ديال التذاكر في كاس افريقيا كما شفنا في المباراة ديال اليوم ديال منتخب نيجيريا وكذلك غينيا. الإعلام الجزائري دائما يتحدث على نفسه ويقارن الملاعب الجزائرية بملاعب ديال كوت ديفوار. أكيد كوت ديفوار نجحت على مستوى أرضية ديال الملاعب، لا مجال للمقارنة بين أرضية ديال الملاعب في الجزائر كما شفنا كانت عندهم مشاكل كبيرة في هذا الصيف، أنهم العشب الطبيعي ديالهم كيتحرق. ولكن ملي كتشوف الملاعب ديال التدريب والملاعب الرسمية في كوت ديفوار، حتى الإعلام ديالهم يقول بأن الملعب اللي غادي يلعب عليه المنتخب الجزائري أفضل ملعب، أرضية رائعة، ملعب بعشب طبيعي رائع، كذلك الملاعب الأخرى الملاعب ديال التدريب. يعني هادشي هما كيقولوه، ولكن في نفس الوقت كيقول لك لا حنا عندنا ملاعب عالمية. نخليكم بعدا مع محلل جزائري اللي كان تكلم قبل البطولة ديال الشان وقال باللي الملاعب الجزائرية ملاعب